بلعب هونكاي ستار ريل وفجأة لاحظت حاجة، ان كل الشخصيات اللي هتنزل دايما هتبقى اقوى من الشخصيات اللي معايا دلوقتي، وفي نفس الوقت معيش كفاية ان انا اسحب الشخصيات دي. فهنا جات لي فكرة، ليه ما ابداش من اول وجديد في 2025 واثبت ان احنا ممكن نعمل تيم او كذا تيم اقوى بكتير من التيم اللي موجود معاك حاليا. انا الصراحة يعني واحد من الناس اللي لعبت اللعبه دي من بدايات البدايات، يعني انا كنت موجود في هونكاي ستار ريل ده من اول ما نزلت حرفيا، بس الفكره كلها ان انا كنت بروح واجي اروح واجي. فالمشكله ان في حاجات كتير قوي انا فاتتني، وفي سحبات انا سحبت بيها شخصيات ممكن ما تكونش احسن حاجه. وطبعا مش بقول ان الشخصيات وحشه، بس حاليا النظام بتاع هونكاي ستار ريل بقى كانه بيقول لك لا انت محتاج تبدا من اول وجديد. لان فكر فيها كده، لو انا بدات من اول وجديد هبقى بالنسبه لي معايا سحبات اكتر بكتير، وهبقى معايا البانرز الجديده اللي جايه بالشخصيات الجديده اللي جايه، لاني انا بقيت حاسس اللي هو في شخصيات كتيره قوي يعني ما بقاش ليها لازمه. يعني انا صرفت على شخصيات كتيره جدا وحاليا هي اوت اوف ميتا. انا عارف ان هم بيبفوا شخصيات دلوقتي، بس في نفس الوقت الطريقه اللي انت بقيت بتجيب بيها الشخصيات القديمه بقت سهله قوي. يعني هم دلوقتي بقوا مسهلين موضوع ان انت تسحب شخصيات كانت موجوده حتى لو ليميتد، وفي نفس الوقت هينزلوا شخصيات تانية ومعظمها جاي هيبقى اقوى بكتير من اللي موجود معانا دلوقتي. فانا جات لي فكره عبقريه، ان انا ايه المشكله ان انا ابدا هونكاي ستار ريل من اول وجديد في 2025. طيب التحدي اللي انا هعمله ده بمنتهى البساطه لازم يكون ليه معايير معينه، يعني مده معينه اقدر ان انا اقول فيها ان انا عملت انجاز معين. يعني خلينا نقول مثلا 7 ايام، فانا في مده 7 ايام هقعد واحاول اشوف اكبر عدد من الكريستالز اللي انا ممكن اجمعها في 7 ايام، وبعد السبع ايام هكون محتاج ان انا اكون كونت على الاقل تيم يقدر يعدي المستوى الحالي اللي انا فيه. انا عارف ان انا المستوى الحالي اللي انا فيه يعتبر في الكنافه. يعني انا مثلا هنا عندي انا معدي طبعا اول واحده في الفورجوتن ميموري او فورجوتن هول، ومش عارف خالص باي شكل من الاشكال ان انا اعدي رابع او خامس واحده. طيب فالفكره كده هتكون ايه، ان انا في ظرف 7 ايام هكون جمعت فريقين 2 تيمز. يعني انا محتاج اكون سحبت 2 دي بي اس بالشخصيات المساعده بتاعتها. يعني انا مش عارف ده ازاي، بس بالشخصيات المساعده بتاعتها. ففي 7 ايام اتليست يكون معايا فريقين من الشخصيات الجديده وفريقين اقوياء وكويسين جدا. طيب عندي هنا انا اتوقع ان انا ان شاء الله باذن الله هقدر اعدي الفورجاتن ميموري هول اللي هي اول واحده. اتوقع لان انا معديه من زمان، فمتهيألي دي مش هتكون فيها مشكله. في ال7 ايام دول مش هيبقى فيها مشكله. الفكره بقى في الثانيه دي، الجين شاو لاوفو اللي هو الميموري هول بتاعتها، هل هقدر اصلا اعدي المستوى الحالي اللي انا فيه وانا لاعب يعني المفروض اوريدي بلعب من فتره او بلعب من بدري؟ فده هيبقى التحدي فعلا. انا واقف هنا عند يعتبر ثالث واحده، ما عرفتش ان انا اجيب الباقي دول 3 نجوم، واتوقع ان في ناس كتير منكم يعني افشخ مني بمراحل في يعني في التجميع او في الفرق اللي هم عاملينها. بس في نفس الوقت ده تحدي انا بحاول ان انا اعمله كنوع من انواع ان انا بشجع نفسي ان انا العب لعبه انا فعلا بحبها ويعني من زمان بلعبها. لو بصيتوا الفريق بتاعي حاليا المفروض ان انا يعني اعديه او ان انا اكسبه، هتلاقي ان انت عندي اكارون، بيلا، افنشرين وجوينيفي. دول يعتبر اقوى فريق عندي او اقوى لاين اب عندي حاليا. انا يعني لو بصيت مثلا في التيمات التانية اللي معايا، انا حرفيا التيمات التانية اللي معايا يعني ايه بتعاني. يعني التيمات التانية يعني بتعاني شويه. انا معايا جينجلياو واتعمل لها بف، انا عارف الموضوع ده، بس في نفس الوقت الريسورسز او الحاجات اللي انا المفروض ادفعها عشان اقوي جينجلياو مثلا او امكسها كتير جدا، وانا مش معايا الريسورسز دي. وبعدين مين عارف ممكن يكون يجي لي مثلا انجلا في اول كام سحبه ليا، فيبقى اوريدي معايا مثلا اول دي بي اس يبقى مثلا موجود معايا، وبعديها فينن لما ينزل، لانه هيبقى في ال7 ايام دول. لان احنا عندنا هنا هي فاضل فينن فاضل له تقريبا 3 ايام، هو ينزل 2/7، فاتوقع ان انا هلحقه في ال7 ايام دول اللي انا العب فيهم. فلو عرفت ان انا يكون معايا انجلا كاول دي بي اس ليا وفينن كتاني دي بي اس ليا وبنيت التيم بتاعهم، اتوقع ان انا يبقى معايا يعتبر فريقين اقدر اكل بيهم اي كونتنت في اللعبه. نرجو ذلك. احنا حاليا تريل بليزر ليفل 62، فانا مش عارف هل اصلا ممكن ان انا اوصل للليفل ده في 7 ايام. ما اعتقدش ان هو ممكن، لان الليفلات دي بتاخد وقت كتير جدا، بس في نفس الوقت ده تحدي وانا بحب التحديات. فاكتبي تحت في الكومنت هل تحب يبقى في رولز ثانيه عليا في تحدي ال7 ايام دول، وهل ممكن، لان دي مهمه جدا يعني تفرق، هل ممكن اشحن الاكسبريس سبلاي باس؟ لان ده برضو موضوع جدلي جدا. فهل ممكن نشحن الاكسبريس سبلاي باس ولا لا؟ هو في 7 ايام هيدينا حوالي 800 كريستال حاجه
زي كده، فمش عارف هل ده اصلا هيعمل معانا حاجه ولا لا، بس اي حاجه تزقه خلاص. وعشان اوريكم انا دلوقتي عامل ايه في الفورجوتن هول، تعال نشوف. انا مثلا في رابع واحده دي، ده اللاين اب بتاعي. خلينا مثلا يعني نشيل كل ده، خلينا نقول مثلا ان انا اول واحد ده دايما انا بستراجل فيه. فلو حطينا كمثال مثلا انا جالجر بتاعي مش متلفل، فانا افنشرين الوحيد اللي عندي كسبورت او يعني سستينر، وعندي فوشوان بس برضو متهيألي فوشوان بتاعتي برضو مش متمكسه. فخلينا نقول ان بيلا هنا وجوينفين ماشي اوكي. وفي تاني تيم جينجلياو اللي هي برضو يعني مش متاكتيفه ومش متظبطه، وتينج يوان وجاليجر وفوشوان. حلو، ده حاليا يعني مش افضل حاجه، بس في نفس الوقت ده احسن حاجه متواجده معايا. فخلينا نشوف برضو اقصى حاجه ممكن اوصل لها ايه. انا ما عملتش البفات بتاعتي مبدئيا ماشي، بس انا عايز اوريكم عموما هيبقى عامل ازاي. تعال نحط ده على الاوتو ونشوف الفريق هيعمل ايه بالتجميع اللي موجوده معاه حاليا. انا حاولت اصرف اكرن على قد ما اقدر بجد، يعني اتصرفت فيه على قد ما اقدر يا جدعان، بس برضه حاسه يعني برضه ستيل حاسه مش قويه. فاهم الفكره؟ جوينفين برضه بتاعتي مش متظبطه خالص، بس انا حاسس الارت بتاعتها حلوه صح؟ هي شغاله يعني هي مش اقوى حاجه بس شغاله. طيب هنا بقى الفكره بقى ان جينجلياو بتاعتي يعني في الكنافه. انا عارف ان جينجلياو المفروض حصل لها يعني زي بف كده، اتغيرت بقت السكيل بتاعها، يعني بقت من الاخر بتسكيل من الاتش بي. بس ايه يعني الواحد برضو على قد ما يقدر بيحاول ان هو يظبط الدنيا. خلينا نشوف هنا هتبقى عامله ازاي. ماشي خلينا الاول ندي البف ده جينجلياو ماشي، بعديها نخش في المود بتاعها وده يديها ان هي تخش جوه ماشي هيروقوا عليا دي. خلينا تاني ندي جينجلياو البف بتاعها ماشي. خلينا ندوس البي بتاعت فوشوان والالت بتاعت فوشوان والالت بتاعت جينجلياو ماشي. نيجي للمعلمه ده. المعلمه ده بقى ايه بقى؟ يعني مش هيفرتكني، هيفرتك كل حاجه معايا ماشي. هي المشكله في الزرع اللي هيقعد يستدعيه ده، المفروض نضرب الزرع ده الاول. اوبا، هي المشكله تاني يعني ليفل فيه او تاني مره بقاتله فيها، هي دي اللي فيها المشكله. ايوه يا ولا بس كده 4 زرعات. اوبا جامد، السستينر بتاعتي مات. بس كده ده اقصى حاجه بعرف اوصل لها، يعني لان انا كل مره فوشوان لازم هتموت، يعني ما فيهاش. كل مره فوشوان لازم يعني ما القدره بتاعت فوشوان ان هي بتشير الدمج معاها ومع ناس تانيين، بتخلي ان انا من المستحيل ان انا ما موتش. وهي ما عنديش سستينر غيرها، يعني انا ما عنديش حد تاني يقدر ان هو يبقى سستينر غير فوشوان. حتى في البانر الحالي اللي موجود برضو ما فيش كاركتر سستينرز. يعني انت عندك انجلا عباره عن دي بي اس، وسايفر دي عباره عن يعني سب دي بي اس. فما فيش حاليا حد ممكن يكون سستينر، وانا ما كنتش بسحب اصلا على الشخصيات اللي هي بتاعه الهيلينج او الشخصيات اللي هي اللي تقدر تظبطك. يعني بالنسبه لي افنشرين كان قايم بالواجب وزياده، بس ما عملتش حسابي ان انا احتاج شخصيه ثانيه، يعني فاهم؟ 2 تيمز وبس كده. فهنحاول ان احنا نشوف هعمل ايه في التشالنج ده. لو عجبك الفيديو اشترك في القناه ودوس لايك واكتب لي تحت في الكومنت لو في حاجه تحب ان انا اعملها او فكره برضو جديده تحب ان انا اقدمها في هونكاي ستار ريل. وبس كده، كان معاكم علاوي وشكرا ليك.